الصاحب الجدع مش اللي يقف جنبك وانت بتبكي على حالك، ده اللي لما تقول له انا كويس يقول لك قول لي يا صاحبي مالك. الصاحب الجدع اللي يقسم معاك لقمته وهو جعان ويحلف عليك لا تتنيها ويقول على مشكلتك مشكلتنا، بيقول نوها مش نيها. الصاحب الجدع لو شاف فيك البيضة هياخدك شيلة واحدة بعبد ومش هينقي وش القفص. الصاحب الجدع يرد غيبتك ويترافع عنك ولا أجدع محامي، ولو لسه مشبشبين بعض اللي يجي عليك يساوي كرامته بالأرض. الصاحب الجدع مش اللي معاك كل يوم ومرافقك زي ظل، ده اللي يقف في ظهرك ويدلك على الطريق لما اللايم يضلك. وفعلا الصاحب الجدع رزق، واللي عنده صاحب يمسك فيه بإيده واسنانه، لأن ما عادوش موجودين في الزمن ده. المهم تعال نشوف على وعسى يقول حاجة حلوة يعني. المهم كان عندي نص كيلو من البانيه، صدر فرخة يعني 2، هي الفرخة ولها الصدرين بتوعهم دول. المهم قلت هخترع لهم هعملهم بطريقة جديدة انا اول مرة اعملها بصراحة. تمام. المهم جبت بصلايه وسط كده ومعلقه من الشطه الحمراء او الفلفل الاحمر يعني، او قرن فلفل لو عندي، وفضل يبقى قرن فلفل طازه يعني، بس انا ما كانش عندي فاضطريت ان انا اخد من هريسه الشطه، بس هي كانت حراقه جدا جدا جدا. حطيت بصلايه واللي هو معلقه هريسه الشطه دي في قلب الكبه وهرستهم جدا كويس جدا يعني. وبعدين في مصفى بقى واقوم جايه نازله بهم، انا كنت مفكره ان الكاميرا باينه يعني بس ما كانتش باينه قوي يعني. نزلت في المصفى وصفيت فيها الميه كده زي ما انتم شايفينها، وبعدين اخد التفل لوحده والميه لوحدها. هنعمل دلوقتي عظميته من اللي انتم شايفينه ده اهو. تمام. على قد ما بقدر بصفي الميه بتاعته وكده. اللنضه دي اللي انا كنت مركباها وشيلتها، الاضاءه ما كانتش حلوه، فمهم يعني. معايا بقى نص فرخه، او معايا نص كيلو بانيه، او معايا كيلو اللي انت عاوزاه. النهارده هنعمل طريقه حلوه قوي، ممكن تسيبوهم الاتنين منفصلين وفي نفس الوقت ممكن تحط وقصدي او ممكن تحطهم في نفس الحله وتبقى تغيير طعام او تغيير منظر او كده يعني. بس بصراحه كانوا واخدين نكهه من بعضهم، كان روعه الروعه. المهم تعال نشوف النتيجه بتاعتي هتعجبني ولا مش هتعجبني. نزلت بصدور الفراخ وانا مقطعاها مكعبات، وفي الحته دي لو مش عندي كبه ممكن اعملها بالمخرطه بتاعه الملوخيه. والله العظيم في الحته دي لو مش عندي كبه ممكن افرز الفراخ دي وبالمبشره وابشر عادي يعني. مش لو ما عنديش كبه مش هعرف اعمل، لا هعمل برضو. نزلت بقى ببشر البصل والفلفل والغرض من الفلفل الاحمر ان هو بيدي طعم وفي نفس الوقت بيدي لون للفراخ عشان ما تكونش باده كالحه ورخمه كده. تمام. نزلت بقى كده بعجينة الفراخ وبالبصل وبالفلفل والميه لوحدها. هي انا عاوزاها دلوقتي البيضه دي حته ليا او دهنه او معلقتين لبن بودره او دهنه او ليا او لبن بودره، منعيش حاجه تانية غير كده بصراحه. معايا بقى التوابل، فلفل اسود وكمون وكزبره وتوابل فراخ ومكعب ماجي وسبع بهارات ومع 3 معالق من البقسماط. تمام. البقسماط العادي اللي احنا بنعمل بيه الفراخ او الفيجيتار يعني اللي موجود عندي عادي. ودي اللي انا فرمتها برضو في قلب الكبه بس لوحدها. وهيجيني بقى عجنه محترمه، ممكن تحط عود خضار بس انا ما حطيتش، ما كانش عندي اصلا يعني. قلبتها بقى وخليتها زي الفل قدامي كده، وبعدين انتها في التلاجة حوالي نص ساعه عشان انا ما كنتش لسه هعمل الاكل، عشان كده انتهى، انما انا كنت ممكن اعملها في ساعتها عادي. جبت بقى دي ميه البصل والفلفل، حطيت عليه نقطه من الزيت وشويه من الكمون والفلفل الاسود والملح، وهقول لكم هنعمل باقي دلوقتي. تمام. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حطوا لي لايك بقى وتعالوا نكمل الفيديو مع بعض. عنتهم في التلاجة، وبعدين رحت بقى جبت حله وحطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها بصلايه كده وعليها حبه من الزيت، وهنعمل شويه رز حوار على رأي اللي بيقول حبه رز حوار. ربنا يكفينا شر الحوارات يا رب. المهم حتى ديكي تشوحي في البصلايه لحد ما تدبليها، ممكن تاخد لون منك خفيف عادي ما تخافيش، وممكن تدبليها برضو على حسب حبك للاكل. بتحبي الاكل بصلايه محمره قوي اعمليها، بتحبيها مدبله اعمليها. تمام. اللهم صل على الحبيب المصطفى. في الوقت ده كنت انا عاوزه انقل الحله دي هناك لما التانية واعمل حاجه تانية هنا، وبعدين لقيت نفس الكاميرا هتضايقني ومش عارفه اصور، فقلت مش مشكله اخلص حاجه وبعدين ابقى اعمل التاني.
هشوح البصليه بتاعتي كده، احط ورقتين من اللورة، ولو عندي ورد قرفة هحطه، وانا حطيت باودر، بس لو عندي عود يبقى افضل كمان. كوبايتين صيني وقرنين قرنفل او حبيتين قرنفل، شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون، ده على الرز. تمام. عاوزه تحطيه على البصل حطيه، عاوزه تحطيه على الرز من بره حطيه كده. بقى كنا عندنا شويه يعني، كل ده برضو البصل لسه على البوتاجاز. جبت بقى المعلقه بتاعتي وبظهرها كده، وقمت جايه عامله الكفته اي شكل كوريها. انا لو جت في بالي وقتها ان انا اكورها كور صغيره كنت كورتها، بس يلا عادي. بعوز ايدي من البصل بالفلفل الاحمر، وبقوم جايه عامله الفراخ بتاعتها عشان ما تلزقش في ايدي. هي اصلا متماسكه وكويسه يعني. وهما 3 معالق من البقسماط بس اللي انا حطيتهم، ومش مليانين كمان. تمام. وممكن تزودي فص توم، بس انا هزود التوم في حته تانية دلوقتي. المهم في الوقت ده معايا بصلايه وقرن فلفل اخضر، ومعايا طماطمتين متقطعين. تمام. بصلايه كبيره وطماطمتين وقرن فلفل اخضر وفصين من التوم محطوطين في الطبق قدامكم اهو. وفي الوقت ده كده انا هصبع الكفته بتاعتي كلها بالشكل اللي انا عاوزاه وبالحجم اللي انا عاوزاه. دي حاجه ترجع لي انا شخصيا يعني. المهم اعمليه برضو بالشكل اللي يعجبك على حسب ما عيالك بيحبوه اعمليه. انا عاوزه اقول لكم لا بجد الوصفه تستاهل ان انتوا تجربوا. نص كيلو فراخ نص كيلو بانيه مش هيأثر معاكم في اي حاجه، وهتعجبك بجد بجد بجد. البصله دبلت او خدت لون خفيف، ونزلت بقى بالرز المصري العادي خالص بتاعنا. ممكن بسمتي، بس انا ما كانش عندي بسمتي فعملت بالرز المصري بتاعنا. حطيت ملح بقى وفلفل اسود وكمون ومكعب ماجي وشعرة من القرفة البودر، وهشوح الرز شوية وهنقله على العين التانية وازود له المية بتاعته. دلوقتي هوريكم هنعمل تمام. انا حاسه ان صوتي منبوح ومش عارفه اوصل لكم اصلا ولا لا. لحد كده تمام. هنشوح بقى الرز بتاعي كده عشان يكون زي الفل. وانا اكتشفت ان موضوع تشويح الرز ده بيفرق جدا فيه، يعني بيفرق جدا في سوى الرز وفي فرفرته وفي كل حاجه بصراحه. انا بصراحه الاول كنت اقوم جايه حاطه كده، سواء متحمر او بالشعريه او ابيض او اي حاجه، واقوم جايه حاطه فوق الميه على طول، وحتى ما كنتش بحط عليه ميه سخنه. لما شفت اختي، لما اختي قالت لي، انا بصراحه بثق في كلام اختي جدا يعني، لما اختي قالت لي لا بقيت اشوحه، اقعد يجي كام دقيقه اشوح فيه لحد ما احس ان هو اتشمع. اي نوعيه رز طبعا ما عدا المدسوس يعني، بجد بتفرق جدا فيه. المهم جيت حطيت بقى المقدار الميه العادي خالص، لا مش العادي، اللي اقل من العادي بنص كوبايه، اللي اقل من العادي بنص كوبايه. هنقلهم بقى هناك على الرف على العين التانية كده، وهنعمل بقى العزمته بتاعتنا. تمام. اهو هجيب بقى طاسه فاضيه او حله او صينيه او اي حاجه انت هتعرفي تعملي فيها اعملي. حطي بقى معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه البلدي، وممكن حاجه واحده من الاتنين عادي. كده كده الفراخ بتاعتها هتنزل سمنيه دلوقتي. معلقه السمنه البلدي دي بتخلي اي اكل في حته تانية. وبعدين معلقتين زيت، وبعدين بقى هتجيبي الكفته اللي انت صبعتيها دي دلوقتي، هتقومي جايه عامله فيها اقول لكم دلوقتي هنعمل فيها. هتقومي جايه قادحه الزيت كويس جدا. اهم حاجه انك تتاكدي ان الزيت قدح كويس جدا، عشان مش عاوزين الفراخ تشرب ميتها، ولا ان هي تبوظ يعني تفك مننا. الزيت قدح، انزلي بالكفته بتاعتك في قلب الطاسه كده زي ما انتم شايفين. لونيها بس ما تسويهاش، لا لونيها بس زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي في ثانيه هتاخد لون. هنا بقى تقدري تعملي حاجه، تقدري تدي الصدمه دي للفراخ. بصوا الفراخ ما شاء الله اخدت لون في ثانيه. تقدري تدي الفراخ دي لون وتعمليها في او قصدي دي كفتة فراخ عادية. دلوقتي ممكن تعملي البصل والطماطم والفلفل والثوم دي وتهرسوهم في بعضهم بايدك كده، وتحطوهم في قاع الصينية، وتحطي فوق الكفتة وتدخليه الفرن، والوش بتاعها تدهنيها من مية البصل والفلفل، ويبقى معاكي كفتة فراخ او كباب فراخ. تمام. وممكن تعملي حاجة تانية، ان انت الحاجة التانية دي اللي انا هعملها، وممكن تعملي حاجة تالتة خالص، تسوي الكفتة دي على البوتاجاز.
هقول لكم ازاي دلوقتي. هتبقى برضو اول خطوه فيها ان انت تحمري تدي الفراخ لون كده زي ما انتم شايفين. عاوزه اقول لكم الفراخ كانت جوسي جدا من جوه وفي نفس الوقت ناشفه من بره، عامله زي اللي معموله كده على الفحم. لا الفراخ دي يعني كانت جميله بصراحه، والله بما يرضي الله كانت جميله. هعمل بقى كل كميه الفراخ اللي معايا زي ما قلت لكم. مجرد ما بحطها، مجرد ما بتاخد لون كده معايا، نزلت طبعا الدهون اللي فيها. طبعا انا مش هتخلى عن الدهون دي خالص، ده نتخلى عن روحي ما نتخلاش عنك انت يا جميل. انزلي بالبصلايه بتاعتي في قلب الدهون في قلب الطاسه، وبعدين قلبيها يعني اصدميها كده وقلبيها تقلبتين، وانزلي ببقيه الخضار بتاعي اللي هو الثوم والفلفل الاخضر، ولو عندي فلفل الوان كمان يبقى افضل واحسن. وممكن تحطي معلقه صلصه يعني. وممكن تستكفي باللي انا عملته. انا اللي كان عندي في تلاجتي جبته، البصلايه والقرن الفلفل الاخضر وفص الثوم وخلاص على كده، والطماطمتين اهو كده. البصلايه اتقلبت تقلبتين، هنزل فوقها بقى بالطماطم اهو زي ما انتم شايفين، والفلفل وفص الثوم كله كده مع بعضه. بس اخلي فص الثوم كده ريحته تطلع معايا، وانزل بقى بالفلفل بتاعي بحيث ان هو يتنم رعرع وحلو كده ماشي. لسه الفراخ اديها تاخد جزء من التسويه تاني يعني. بصي بقى ممكن تستكفي بقى بالفراخ زي ما انا بقولك ازاي. انت اهو انا عملتي دي وحطيت عليها الفلفل الاخضر، ممكن بقى تحطي على كفته وتحطي ربع كوبايه من الميه، وتقومي جايه مغطيه عليها وسايباها، وهي هتتلغلغ في بعضها وهتبقى جوسي وهتبقى احلى من لما بتتعمل في الفرن قسما بالله. اصل انا كان باقي معايا كام صبع كده وعملتهم بالطريقه دي. المهم جيت كده انا حطيت شعر فلفل اسود وملح، جبت بقى الكفته وجبت الخضار بتاعي اللي انا عملته، وجبت بقى حته ورقه زبده، وده مش امر بس عشان الحله بتاعتي دي بتلزق فيها، وجيت اقطعها شخرمتها كده زي ما انتم شايفين. هعوز قاعس الحله من تحت بالفرشه كده بعد زيت، وهحط عليها ورقه زبده، وعاوز برضو ورقه الزبده بزيت. هو انا بصراحه مش عارفه هو المفروض اصلا يتعص ولا لا، بس انا بعوصه للاحتياط يعني اهو زي ما حاجه بسيطه خالص، حاجه بسيطه جدا يعني. هعمل بقى، هنزل بنص كميه الخضار اللي معايا ده اللي انا عاملاه ده، معلقتين كده في القاع. وده طبعا بترجع لراحتك، ممكن ترش الكفته في القعر، وممكن ترش الخضار، او ممكن تقسميه زي ما انا عملت كده. انا كنت بشوف الكفته من جوه مستويه ولا لا، بس هي طبعا لسه ما كانتش استوت يعني، ده مجرد صدمه بس. لون الفراخ من جوه معقول، مجرد ان هي اخدت لون من بره كانت ريحتها واو. انزلي بقى رصي كميه الكفته اللي معاكي، وانزلي بقى كده ببقيه الخضار بتاعك كده زي الفل عليه. والرز بتاعك في الوقت ده يكون اتشرب، او هيكون مثلا ناقص له مثلا نص كوبايه الماء اللي انا قلتلك عليها دي. تمام، هيكملوا بقى في بعض، هيشربوا من بعضهم. دلوقتي نزلت اهو بالرز بتاعي، لسه طبعا في حبايه مستوتش. نزلت بالرز كميه الرز اللي انا عاوزاها، شلت منه اللورة بقى والحاجات اللي انا مش عاوزاها. يحاول تكبسيه كده حاجه بسيطه اهو زي ما انتم شايفين كده، تكبسيه كده حاجه بسيطه وبحيث ان هو ما ينكتمش معايا، وفي نفس الوقت ان هو يبصم معايا لما اجي اكبه او ادلقه او كده يعني. المهم هسويه كده يعني برفق، وبعدين هكون حوالي نص كوبايه ميه بس، يعني حوالي نص كوبايه ميه بس. وبعدين جيت ميه البصل والفلفل الاحمر دي انا هرميها يعني، اكيد مش هرميها. قمت جايه عامله نازله بقى على الرز من فوق، نازله عليها بالرز من فوق كده. وطبعا كانت مديه للرز طعم خرافي. صح؟ ماما؟ كانت حلوة؟ كوكو بتقول كانت حلوة. سبتها حوالي 10 دقايق كده على البوتاجاز. ماشي حوالي 10 دقايق على البوتاجاز او ربع ساعة على نار صغيرة خالص. ريحتها بقى تطلع وهي تتلغلغ في بعضها، والكفتة تكمل سواها. ويلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عاملة كمية رز بسيطة عشان انا ولادي صغيرين، وجوزي اصلا كمان مش هنا. تمام، فقلت هجربها يعني، بجد كان طالعه واو. وممكن بقى انت تبصي بورقه الزبده، طالعه سهله جدا، مفيش اي حاجه غير في الاحرف بس، حاجات بسيطه جدا. كبتها بكل سهوله. وعلى فكره انا عملتها تاني يوم، عملت يا ريتني ما طفيت النور.
عملتها تاني يوم تحت عند سلفتي، كان عندنا ناس وعملتها تحت عند سلفتي وعجبتهم جدا والله. وبس كده، ده كانت الاكله بتاعتي او الفيديو بتاعي. وانا كان نفسي جدا ان انا افتحها والله العظيم واوريها لكم من جوه، لان هي فعلا كانت تستاهل ان هي تنفتح من جوه. كنت بقطعها كده زي التورتايه بالظبط، والرزايه مفرفره وزي الفل. وده كان الفيديو بتاعي، اتمنى يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله.